مرور كالقطار سريعا تجاوز المدافع الأيمن عطال. كرة طويلة إلى الأمام. فيه سوء تفاهم بين لوبيز روبرتو وحارسه برونو فاريلا بسرعة. والهدف الأول للمنتخب الجزائري. 12 دقيقة المنتخب الجزائري صار متفوقا 1-0 خلف المدافعين. كويري يستقبلها بشكل ممتاز. رياض محرز، عمورة وكويري، عمورة وكويري. يكون ثنائي مرعب عمورة وكويري في قادم المباريات. كويري كما دخل وكأنه يلعب مع المنتخب لسنوات طويلة. هنا جاميرو الآن محاولة الجزاء حذاري من هذه. شوف كيف رواق، كيف تجاوز عيسى ماندي لحسن الحظ أن التغطية كانت موجودة بداية هذا الموسم. وهنا كرة في دار المدافعين من إسلام. هنا بحث إسلام سليماني عن أمين كويري، ولكن منتخب الراس الأخضر جاميرو البحث عن ساميدو، ولكن متفائل. رياض محرز كرة عرضية رأسية إسلام. ما تزال الكرة والخطورة مستمرة. عوار الهدف في الإعادة. هنا كرة رياض محرز مررها لكويري في المرة الأولى العرضية، كاد أو لمسها إسلام سليماني، ثم في المرة الثانية عوار بتمريرة على المقاس قائم فوق العارضة فوق إسلام سليماني، ولكن التغطية الدفاعية موجود. شوف الإعادة، شوف كيف حاول أن يمر خبر الراس الأخضر عمو بطريقته المعهودة. كان يبحث عن الزاوية البعيدة في القائمة الأيمن للحلة. شوف الإعادة، شوف الترويض، يا له من ترويض من هذا اللاعب المهاري محمد الأمين عمورة. يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار. هنا التمريرة خلف المدافعين. عوار بذكاء يرفع الكرة لوب على الحارة. أول أهدافه مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 3. هنا انطلق عوار، هنا سجل عوار، هنا قال أنا موجود. هنا التحية للجماهير الجزائرية. شوف عوار، يا له من هدف ويا له من روعة ويا له من أداء. قلت أن جماهير قسنطينة تنتظر هدفا ثانيا. ثالث واحد الإعادة. طوفان جزائري في هذه اللحظة. ارتدت وحسام هذه المرة بالرأس يسجل الثالث. 3-0 صارت النتيجة. حسام عوار لوحده. حسام عوار نجم المباراة لحد الآن بالقدم وبالرأس. يسجل ثنائية في أول ظهور رسمي كأساسي مع المنتخب الجزائري. شوف وصل ينفذ عوار بحثا عن إسلام، على رأس إسلام الثالث والرابع. ما تزال الخطورة. شوف هنا أعتقد أنه ماندي كان في وضعية تسلل مع بداية اللقطة. أعتقد تسلل في المرة الثانية. عاد الحكم إلى ماندي لأنه وقت تنفيذ المخالفة، ولكن هنا طوبة كرته اصطدمت بالعارضة، كادت أن تتحول إلى هدف رابع لوحده. دفاع الأزرق غائب تماما. شوف هنا